شلمالون خزيانا اديوم ايوا خديرة لخا قخابو ياء او انت إلى تمناخا ملشنانا وملبانا وهرادخ كاثوا بنيامن حداد من خرزة شاوعة من نهضرة بتخارة أربي يوماثا مقيملم دبرانوتا قاونيتة مردوتا وأمني سورياي عم خويادة صبر وسايومي سوريايا عم كنشتة القش مردوتنيتا أمنيتا كنوشيتا البوياء اتكاثوا ويادو عم ناخا بنيامن حداد بهدرت أبسقوبا مار بولس ثابت عم قشيشة ومشتاق لانك شوطاني وشوت آسي وكن شامن شوفاني بريشة وآهز وياخا إيوا قوشورايا اكليتت خا دقيقة الروخت تمناخا بنيامن حداد ومقروتت مملة وقريتت مشخياتا من جيبت ماخورة وقريت السهدوياتا وفريشة باسقياتا هر هذا قريتت برقياتا إلى شقلتت رشا بسيمة لمناخا بنيامن حداد من جيبت بريشة شوت آسي وقبه آلاما نخلة رابي بنيامن حداد وصيبرتا قاء وهاته مسبقانا خاطر فرح على ناطرخ تشمخ منك أثقال بسيطة مملت كنشتا البش مضوطانيتا مقرونة طالا ميقرا رابي صبر سليفانا كلمة جمعية البش الثقافية يلقي علينا على مسامعنا الأستاذ صبر سليفانا فليتفضل. شارة الأخوة، نحن في جمعية البش الثقافية عندما عرفنا بدنو أجل الأستاذ قررت الهيئة الإدارية واللجنة الثقافية للقيام بواجب الدفن الذي يليق به بكل تقدير واحترام مع الاستقبال اللائق به بمقبرة القيامة في القوش وبحضور جمع غفير من الأهالي ونخبة من رجال الدين وأصدقاء الفقيد من خارج البلدة. الشكر والاحترام للجميع. لقد مات جسد المفكر والكاتب والشاعر واختفى من بيننا، لكن الموت لا يستطيع أن يطوي الصفحات المشرقة من أفكاره ومآثره العظيمة التي أعطى 7 عقود من عمره لها، لكن لا يستطيع الموت أن ينال من مكانته السامية في نفوس أصدقائه ومحبيه. لقد كان وعد منه أن يسير على خطى آبائه وأجداده من العظام مهما كانوا،
رجال دين أو مفكرين أو سياسيين من أبناء بلدة القوش أو من أبناء بلدة الكلب وآشليا. وها نحن في جمعية القوش الثقافية وعدا منا السير في خطى أفكاره ونجعلها دروسا وعبرا لتحقيق الأماني. من هنا نقول: من هو بنيامين حداد؟ هو المفكر والكاتب والشاعر والضليع بلغة الأم السريانية، وهو ذلك الإنسان الهادئ والصبور والمتطلع إلى ما يدور حوله، والذي كان يعاني الحسرة والألم من تمزق شعبه إلى طوائف وملل وأحزاب متناحرة، وكان يجلس في مكتبته بين كتبه وأوراقه مفكرا ما العمل لإخراج شعبنا من أزماته. ولذلك قام بطرق أبواب المكتبات المتروكة، وخاصة مكتبات الأديرة والكنائس المكتوبة باللغة السريانية، وخاصة الكتب التاريخية، وأزال عنها الغبار وترجمها إلى اللغة العربية، لأنه كان يعلم أن أكثرية أبناء أمته لا يعرفون لغة الأم السريانية، فأصبحت بعد ترجمته لها في متناول الجميع، وأصبحت مكتباتنا ثرية بمؤلفاته. الإخوة الحضور، لقد كان المفكر والأستاذ بنيامين حداد كالبحر الهائج وكالنحلة الطنانة تجمع الرحيق من كل الأزهار والورود، وكان في شعوره الداخلي يريد أن يعطي كل ما يملكه من فكر ثري ونصائح ثقافية مفيدة لينهض بها شعبه من النوم والخمول بعد زوال السيف المسلط على حرية الصحافة. ولذلك نلاحظ بأن كتاباته تتميز بالدقة والشمولية، ويركز في كتاباته ومحاضراته على تاريخ شعبنا بأننا أمة واحدة عريقة وأصيلة أعطت البشرية كل مقومات الحياة، وفي رده على من يريد وضع العصا في مسيرة وحدة شعبنا وتقسيمه إلى ملل وطوائف وتسميات مختلفة من قبل الجهل والمأجورين، فكان رده على هؤلاء بطرق علمية وإثباتات تاريخية وأركولوجية بإصداره كتابه الأخير من نحن. أما في مجال اللغة، كان الفقيه يؤكد أن لغتنا السريانية فهي أهم وأبرز مقومات القومية، وهي هويتنا، ووجودنا القومي مرهون ببقائها، وهي المظلة التي تجمعنا مهما اختلفت الأيديولوجيات. وكان يقول أن من يعرف عدة لغات ولا يعرف لغته لغة الأم فهو مكمل لمادة اللغات. وفي الختام، ما تناولته في كلمته هذه بحق الفقيه ليس مدحا أو مجاملة، بقدر ما هو صدق ووفاء للخدمات التي قدمها، لا بل أن هذه الكلمات لا تفي بحق إنسان مبدع ومفكر وعميد وباني لغة الأم السريانية، والذي أعطى أصالة جهده وفكره في قول الكلمة الصادقة والبحث عن أصل وجذور لغتنا السريانية، لأن ما أعطاه الفقيه يبهر النفوس ويبني حياتنا الثقافية والقومية. ستبقى نجماً ساطعاً في سماء القوش والوطن، ونخلة باسقة عميقة الجذور، وأفكارك أزلية كأزلية دجلة والفرات. أخيراً، نن أستاذنا الكبير قرير العين خالداً بين القديسين والأبرار، سيظل اسمك مناراً وعلماً نصونه من جيل إلى آخر. نعزي أنفسنا وكل الحاضرين الكرام وكل أصدقائه ومحبيه، والعزاء الخاص والصبر والسلوان لعائلته الكريمة. شكراً لإصغائكم. صبرا هيرا اليوم قنية بشكتويها لا بيشوف عمنا الأبسكوبوت الألغش مقولة طالا كلنا إنتقاما مع اليوم بس ورستاقة شقاقة انتقامايا قلب قاوي حوسايا
تانيخ ديانا رابي بنيامين حداد مريا لها نخلة أبو سامح أبدينايا أكيد ليلة خناشة لا يبيئة لا بس من القشناية إلا من كل العمدية يعني كبيرة بعلمة أما دادي كلها حانا قرص وبائير يوم الموسيقى بقاوي ولو اللي عندنا الخازنة هذا ناشا إلا كنت فيقة بقاوي بزوروثي بقاوي تشمه يومات ذثوانا شوق تتقارخوا بس ذثوا دثوا ديوما كثوانوا ومجلات ذثوا بقايا قال سوريايا بيش تبيثا مقالات من ديان ديرتوثا داخل القش المثواثا ديا دكا ثوا اللي ام حسيا بيخ ديانا. هذه مناسبة من دمر يقورد خا كثاوى وسايوما هذه تدياوخ طيمة تا صبرا يوثا وتكثاوى وتقرايا قاود هذا زونا ديا كثاوى البشد منشيا دقي نشميئة الذي محسيا لو ذكري فارديح دك شاقل والي داري والي الكثوان لك داري والي الخنمندي الخنس نقواتا دفكاويلي علي مزور يعني جوانق من سنقواتا كي خاوندي تضحية رب فيلا تخاطر جلبانا وزي بيشاوخا مثلة كبيرة من جوانق ديا اليوم دي وخسنيق لا يمكن وصل راح مزوزة تخاطر الكلاوة كن راح قصة عدانا شوقخ من ديان دلتي جطيمة قارخ قصة بقاو كثاوة خمدي كيف ندبرن اللي تقول كاثوة وسايوما ليل شو لحتة كاثو وآوث مبدالا كل من كاثوة حقاني آويل ذكيا ولا النيشان هم أخني دم تخملخ هم أخني تجيرخ وإلا بيشخناش بس قبلخ تخملياتا لك يا وقت شو مندي بل شغلات جاهز من هذا خلو خازق ديوما كينك بيشي صوريات داني كاثوه غديقت قيوميات غديقت صنام جيب كبير من ناشر كأنه أي كاثوه مير التنيثة قرق أي تنيثة ليثن قاوة جودالا قاود تخملتا قاود فكر ليثن إمارة نعم إيثن إوالا وشقالا ليثن دجمنوثا إيثن خوروثا اليوم مع الأسف خاصة بين قراي وكثاوديا كذا قبرية دجمنوثا الريشداني خوشاو ريث خوشاو كيدريا ليثن سايوما وكثاوى كميلة ولا إيثن تكملتا إلا كل من دي كم شخلق كل من دي كم طاور بإيثن إوالا وشقالا إيثن يوماتك بلطي من ديان خاثة كم شخل بير كل تخملتا ديا مدادي كلها بيشي سايوم وكثاو ديا دخكم ريشوها ديا ريشوثا بنيامين حداد أني شن يريخة دخمير شويشن بقرايا أو بكتاوى بايشخا جهوة أم يقرأ خسمتا أدريتا بقاود آني كثوانا تكود خاتيب القالة تكود خاتيب المجادل نت تخملت أمي حمني لدرقوله هذا خيلا إيثن عقل إيثن يوارا وشقالة إيثن حبة تحقوثة أو نشاوغ فكر ينفوشاوة داوة بشيلة ومطية هذه رسالة بمناسبة أنا كبر كلن داوخ ناشر كلن تديلبخ كلن ديوخ شقلق داو حوار أول أساس ديا تجامع لا تدمر بس أو تبسيط سايوما ريشايا كثوياثة سردوثة قورا طنانا هالأفرع نوثة والآن مع كلمة الاتحاد العام للقراء والكتاب في العراق يلقيها على مسامعنا الشاعر نمرود هاشم. مساء الورد والجمال أيها الحضور المبارك، ونحن نؤبن قامة أدبية وعلامة كبير الفقيه بنيامين حداد. الأديبات العزيزات
الأدباء الأعزاء، أيها الحضور الكريم، طاب يومكم بالمحبة والسلام، وتحية كبيرة لكم من أدباء الوطن إلى دياركم التي تعلو شموسا وتستمر جمالا وإبداعا. الوقوف لتأدين قامة عراقية كبيرة يمثلها الأديب القدير بنيامين حداد هو وقوف من أجل نشر الثقافة والتعبير عن الموقف المهم للأدب والأدباء. فشكرا لكم، شكرا لكم، وطيب الفكر والرحمة للخالد في القلوب بنيامين حداد الذي مثل بما قدمه من نتاج ثروة أدبية مهمة ستظل شاهدة على سمو التجربة الثقافية له والعراق أجمع. شكرا لاتحاد الأدباء والكتاب السريان ولرئاسته ولمجلس إدارته وأعضائه المبدعين، ولكم من اتحادنا الكبير اتحاد الجواهري، اتحاد الأدباء والكتاب العراق، خالص المحبة وشكرا لكم. مملة خويادا سفر سايو سوريايا مكرونا طالا رابي روانت بولس كل شيء يقرأ حبيوة وكل شماهة ودرغة رمشوخن بريخة قبل خلوخن شينا وإيقارة شوتبتوخن إما مشركتوخن قوآها زوياحة بوآيات الروح النيخة ملبانا ربا رابي بنيامين حداد برونا بريرة القش برونا بريرة أثرة وسريتوثة القش ماثا تشريثانيتا ميثا من موهبياث أو طوثة رابي بنيامين حداد برشنا من قد خمسخة كريا عاودي واخا ملبانا ربا قدم لخا تشبشتا عترتا ويرختا قوغخلي وشخلت مني بالشانة تشعيثة صبروثة ورابا من ديانا خلي كثولة وآول بشلخة خزنتا وكل بشلخة خسبت مزدة عالتيروثة بس أركد أثرة وبس أركد سوريتوثة رايبنا إلى أمينائيث منن برشت مني بقرا أمينائيث إلى منن روحي وعوادي وبرخاني وبورنيه واليثي لأن تخرخ لي ويقرخ لي لا خيوم أربية لا كشاتا بايش تخيرة وخرمزة طالت كلا آخا تخرخ لي وكملوا ميزتي وكمر هاوي طلق حسايا ووسام شميانا تام حسين ملبانا ربا رابي بنيامين حداد وبطلبوخ سلايا وسهرانوثا تا بني بيثي وتكل خوراني وتكل نشواثي ممنا مقرنا بشانا عرباية تبيش برستا قاعد كله يداع. أيها الحضور الأكارم، مع حفظ الألقاب والمقامات نجتمع اليوم في هذا المساء الصيفي القائض في بلدة القوش العريقة بتاريخها والثرية بعطائها وتضحياتها لنستذكر ونؤمن معا رحيل أحد أبنائها البررة وهو الكاتب العلامة بنيامين ميخا يوسف حداد الذي رحل عنا قبل فترة وجيزة، فارقنا بجسده وبقي حاضراً بيننا بعطائه الثر ودماثة أخلاقه. بعد أن أبنى المكتبة السريانية والوطنية بنفائس الكتب والمؤلفات من نتاجات أدبية لغوية تاريخية بلدانية، الراحة كان ذو ثقافة موسوعية واسعة لم يفارق ليراعى أنامله طيلة حياته حتى في شيخوخته ومرضه العضال الذي جعله حبيس داره وسريره، وظل شعلة من العطاء لا تعرف الاستكانة
حتى نقل سرير نومه إلى غرفة مكتبته العامرة لينتعش في رحابها وهو يتحدى آثار مرضه وشيخوخته. الراحل أمضى فترة طويلة في مجال التربية والتعليم، وأيضا نشط في العديد من المؤسسات الثقافية خاصة السريانية منها. كان حضوره ونشاطه فيها نوعيا، كما هو الحال في الاتحاد الأدباء والكتاب السريان الذي رافق مسيرته منذ فترة السبعينيات القرن الماضي إلى يوم وفاته. رافقت رابي بنيامين عن كثب في مناسبتين مختلفتين. الأولى سفرنا معا إلى أستراليا عام 2009 تلبية لدعوة مجلس الآشور الكلداني السرياني في أستراليا، وامضينا فيها فترة أكثر من شهر ضمن برنامج ثقافي مشترك أنجزناه معا بفعالية مع مؤسسات شعبنا الثقافية في أستراليا. أيضا رافقته عن قرب قبل سنة تقريبا في الفترة التي رقد فيها في المستشفى في عنكاوة، وأثناء إجراء العملية الجراحية له كنت بجواره. وجدته في كل ذلك صبوراً واقعياً في التعامل مع المرض والألم. بعد العملية بيومين بدأ يحدثني عن مشاريعه المستقبلية في مجال الكتابة والتأليف، واتفقت معه أن يكتب دراسة عن رواسب الكيتو في تراث شعبنا أو شيء من هذا القبيل، وفعل ذلك بعد فترة قصيرة وسلمني مسودة أو مخطوطة هذه الدراسة القصيرة ما زلت أحتفظ بها. أيها العزيزات، أيها الأعزاء، للأسف هناك تقليد شائع في الأوساط الثقافية والأدبية، وهو تكريم المبدعين واستذكارهم بعد وفاتهم مرة واحدة أو مرتين وثم يتم نسيانهم إن لم نقل إهمالهم. حقا إنه لتكريم بائس وغير لائق، بعكس ذلك تثمين جهود المبدعين وتكريمهم وإنصافهم ودعمهم من خلال منحهم الأوسمة والألقاب الرصينة وجعل من نتاجات مسيرتهم مشاريع ثقافية وهم في الحياة هو أفضل تكريم معنوي لهم ويجعلهم خالدين في ضمير أمتهم. إن الاتحاد الأدباء والكتاب السريان كرم الراحل مرتين، الأولى في عام 2004 تم منحه وسام الأدب السرياني في إحدى مؤتمرات الأدب السرياني في بغداد، والثانية في عام 2023 تم تكريمه بمنحه درع اليوبيل الذهبي للاتحاد بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس الاتحاد ضمن مراسيم المفعمة بالوفاء والافتخار نظمها الاتحاد في داره العامرة في دهوك بمشاركة عدد من المؤسسات الثقافية في دهوك. أيها المؤبلون الأوفياء، يسعدنا اليوم أن نعلمكم بأنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ممثلا بأمينه العام الشاعر الدكتور عمر السراي أن يخصص له زاوية أو ركنا خاصا به في متحف الأدباء الكائن في مبنى الاتحاد العام في بغداد، كونه قامة ثقافية نوعية وطنية وسريانية. وبدورنا نشكر ونثمن عاليا الاتحاد العام على ترحيبه بهذه المبادرة. النقامة الشامخة مثل رابي بنيامين تستحق كل الاستذكار والتخليد، لذلك أقترح على الجهات المسؤولة في ناحية القوش أن تصنع له تمثالا أو نصبا في إحدى الساحات العامة في القوش، وأن تبادر مؤسسة ثقافية وأكثر بطبع مخطوطاته المتروكة على رفوف مكتبته. وفي السياق ذاته أقترح على المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية أن تعمل على تبني مشروع تأسيس متحف عصري للأدباء السريان المتميزين وفاء لخدماتهم الجليلة ولعطائهم الغزير، ولتبقى ذكراهم شاخصة في الضمائر وملهمة الأجيال القادمة. وفي الختام أعزي عائلة الفقيه والوسط الثقافي والأدبي بفقدانه أحد أعمدة الأدب واللغة والتراث السرياني، راجين لروحه الطاهرة الأقدار السماوية والسلام الأبدي، وستبقى ذكراه خالدة في ضمائرنا وقلوبنا ونحن نصون إرثه ومبادئه النبيلة.
ولكم أيها الأعزاء كل الشكران والتقدير لحضوركم ومشاركتكم معنا في هذه المراسيم التأبينية المهيبة للراحل الكبير الملفان العلامة بنيامين حداد. شكرا لإلغائي. من يستطيع نسيان ما قاله أو ما كتب؟ فهل يستطيع القلم أن يمحو شيئا مما كتب؟ مملكة مبروثة كونيتة مردوثة وأمن سجايا مقولة طالا يقرأ رابي كلب وغنب. مار ثابت بطوس بسقوطة بيتك الديثة ألقش بدرمانة كلنا هي في قارة أرخن حبيوة رابي روند رابي صبري كتخة درغدي اديو بيشة كلن برقل خقمتا رابا رابخا سيرا خرمزة وآثا كوخوة باروقة بشط إيذا مليم موهوثة حل رباطة خرايا من خيوثة تخم رخلق أوليثا يا مارد مملك دخم رخلق أوليثا يا مارد مملك وارماسو برغ زدقو قوليثا بكما يوثد لك سيقونو وسيامو يوتوايت هماشا قذا قيمانا الأمتن وبتباشت هذا بالخانو التيرة مثوماي سيامو بريسلا من يانا رابا إلو بشبا صورة من صريطافو أني بسبارلو بيشي بريسة يبرونة ألقش وننوى بريرة أخ إيلة أو إيلو عتقة دمذيتو ننوى كتؤمندي تبيشة لخزية منا إيلة بشبا صورة من ماد إيثة واليثة لا إلا لا بل مشتغلا نوثة بشكابر تنحامخ الكل كنزة مردوثانايا كم شوقتني له ووعدي له منا تطوعه كل من ديانة أنا القاي بيشر وشوي بطالة من سيام ديدو تكله خريوثة بدمرو بوش بسلامة ملبانا ربا بنيامين حداد بس دايري تويا تنيثي كبيرة كريثة بسيط ودها بتزالن دكثة من لبن دكثة من هونا بتشمخ الميقرة أمانا سام سالم بتمقرولا ذا مخيثة على الأورجان كمان
مخبرنا غزالا داخل بشلي مقيمة آخا بوياء المناخة الملشنانة وكاثوة بنيامن حداد آينت إيوا من خلق تخطى من خرزة شاوعة من نهضرة قبل كل خبر يقارن وشم شان